السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم النهاردة بقى؟ مش عارفة دي كيكة ولا شوكولاتة ولا جاتو ولا ايه بالظبط، ولا تورتاية. مش هقول لكم على الطعم الجميل، تحفة بجد تحفة. كيكة شوكولاتة، كأني جايبة، بصوا كأني هنا تورتة مش كيكة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا انا عندي ايه؟ الدقيق حطيت، انا اسفة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا يا حبايبي، اللي ما اشتركش في القناه اشترك في القناه. يلا يا حبيبتي انت وهي، بصي اللايكات دي، دوسي على على كلمه لايك، تسعديني وتفرحيني. هنا هحط 3 كوبايات دقيق، او ازود، لا كفايه 3 كوبايات دقيق. انزل بيهم، وعلى ورقه بيكنج باودر. هنزل بالورقة شيف كيك او بيكنج باودر، انا اي حاجة بستعملها بصراحة بتبقى حلوة معايا وبتنفش وتبقى جميلة جدا. هقلب بقى البيكنج باودر كويس، وهجيب عندي 4 بيضات. انا بطلع من التلاجة على فكرة وبعمل بيه على طول، بيطلع حلو اوي، ولا غرفة المطبخ ولا مش غرفة المطبخ اللي بيقولوا عليها اللي انا بسمعها. انا بكسر ال4 بيضات، بطلعه من التلاجة على طول وبعمله. هو في التلاجة يا ماني هيقول لا مش هنفش؟ طبعا لا. نزلت ب4 بيضات، وعندي بقى ايه، ورقتين فانيليا. هنزل بقى بظرفين الفانيليا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى ايه، الاتنين فانيليا هحطهم. بس على فكرة حبايبي، المفروض انا كنت حطيت خل، ما كانش عندي خل، نص معلقة خل بتضيع زفرة البيض خالص. بس هي كده كده ما كانتش زفرة بجد، كان طعمها حلو قوي. ومش هقول لكم الصينية كانت كبيرة واتخانقوا عليها. هنزل بقى هنا ال4 بيضات، وهضربهم بقى، هضربهم في الخلاط كويس جدا. محضرة بقى طبعا السكر جنبي والحاجة جنبي. يلا بقى شهيصوني كده وفرفشوني. هنا نص كوباية زيت. ما تنسوش نص معلقة خل، انا ما حطيتهاش قدامكم عشان انا ما كانش موجود. هضربهم بقى كويس جدا بالزيت، واحط هنا السكر دي التحلية زي ما انت عايزة. انا حطيت عندي كوبايتين سكر، عشان احنا بنحب الحاجة معسلة جدا. اضربهم في الخلاط كويس لحد السكر ما يدوب. وانا محضره طبعا قدامكم الدقيق بالبيكنج باودر، وبقلب البيكنج باودر طبعا في الطبق كويس. او هنا ضربت بقى الحاجه كلها. بص، لا بلبن ولا اي حاجه، لان هروح اجيب لبن وهكلف وبتاع. كده كده مفيش حاجه قاعده، وما شاء الله مفيش حاجه بتقول لا. هنا هنزل بقى بنص كميه الخليط اللي انا عملته. وهنزل بقى ببقيه الخليط هنا، بحبه كاكاو. وهدلق بقى. شوفوا انا عملت ازاي، بجد بجد والله العظيم طلعت طعمها حلو قوي. تقولي جاتو، تقولي تورته، زي بصي بجد بجد كل حاجه في البيت بتبقى طعمها حلو قوي. اروح اجيب لهم تورتيه بالشيء الفلاني ب500 600 على ايه؟ مالها الكيكه بالشوكولاته اهي؟ قالت لا. هنا بصي بعد ما خلصت، بعد ما قصدي حطيتها احطها بقى في الفرن. هنا بقى كنت انا جايبه شوكولاتايه، شوكولاتة حلويات يعني، شوكولاتة خام يعني. واحطها في مية عشان تسيح. هنا الكيكاية بقى لازم اقطعها، وتحط الشوكولاتة اللي انا سيحتها، عشان ايه؟ طبعا وانا مقطعاها هتشرب شوكولاتة، هتبقى طعمها تحفة. هقطع الكيكاية بتاعتي بقى كلها كده.
والله طعمها حلو قوي حبايبي. يلا حبايبي، اللي ما اشتركش بقول لكم في القناه اشترك في القناه. وفي بتاع بيتباع كده عند في المحل، شوكولاته كده مدوره رفيعه، فانا حطيتها بتقرمش كده مع الكيكه. طعمها كان جميل. بقول لكم انا مش عارفه دي كانت تورتايه ولا كيكه ولا ايه بالظبط، ولا جاتوه. قولوا بقى انتوا، قولوا لي بقى دي ايه معناها. بس بجد كان طعمها جميل جدا. انا الشوكولاته اهي بعد ما سيحتها في حمام ميه. اسكتوا، مش انا خبت مره وكنت بسيحها على النار حرقتها، وكنت عامله كميه. شفتوا الهبل بتاعي؟ مش انا بقول لكم المجنونه. هسقيها بقى هنا الشوكولاته كلها. واديكوا شفتني وانا مقطعاها كانت شكلها ايه. جاتوه. اهو يا حبيبي، تتشرب بقى بالتورته بالشوكولاته اللي انا حطيتها. ويلا يا قلبي، اللي ما اشتركش قلتلكوا في القناه يشترك في القناه. وعايزه اللايكات بتاعتكم الجميله. اقول لكم مع الف سلامه وفي حفظ الله. باي باي. هحط معلش هحط بقى الشوكولاته المشكلطه كده المدوره. يلا باي باي. مش عارفه، معلش يا حبايبي، الباب كان بيخبط وانا بقى بعمل التورتايه اللي ما هيش تورتايه، والجاتوه اللي ما هوش جاتوه، والكيكه اللي ما هيش كيكه، أنا مش عارفه هي ايه. يلا يا حبايبي، علقولي وقولوا لي ايه دي. اقول لكم مع الف سلامه وفي حفظ الله. يلا باي باي. هي بتتكلم عن نفسها اهي. سلام.